وكل الناس اللي انا بحبهم واتمنى دايما اكون معاهم وهم دايما يكونوا معايا. هو انا بس عايز اقول حاجه صغيره قوي. هو مش اي حد هيتكلم وخلاص. مش اي كلام هينفع نقوله وخلاص. مش اي حاجه هينفع تخش تحكي فيها وخلاص. لا لا لا، الكلام مش كده. عملت الفيديو بتاع الام ومدى دورها ومدى هي تأثيرها في الوقت وفي الوضع الحالي اللي احنا فيه. فمشكورا لقيت ناس كتير بعتت لي على الخاص وقالت لي الله ينور وتسلم ايدك وكده. فانا مشكورا ليكم كلكم ومشكورا لكل الناس اللي هي بتدعمني وكل الناس اللي بتشرفني بوجودها معايا لاول مره، ولو بتشوفني على طول ده شرف ليا طبعا يعني. هو انا بس والله عايز اقول على حاجه، مش مجرد موضوع وخلاص، لا لا. ما هو يعني لو جيت تتكلم عن اهم موضوع في حياتك مش هتلاقي يعني اجمل واحلى من موضوع الام. ليه بقى؟ لان هو يعني امك هي كل حاجه في حياتك، حرفيا هي كل حاجه في حياتك. خلينا نتكلم على اول نقطه. بعد ما نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك، هنتكلم فيها عليه الصلاه والسلام. هنتكلم في النقطه دي. بس خليني اتناقش معاكم في حته مهمه جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي انت كونك في الحياه اصلا وكونك في الوضع وكونك في الحقيقه ما كانش ليك وجود في الحياه او من الاصل الا السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى. امك هي السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى. فخلي بالك ان الموضوع ده فارق كتير قوي، ولو مش فارق معاك فدي تبقى كارثه. تبقى كارثه ان انت مش شايف قد ايه فضل امك عليك. دي مصيبه. لكن تعالى لو انت هتقدر فضل امك عليك، فضل امك عليك لحد ما تموت. الجنه تحت اقدام الامهات. يعني كلنا نكاد نكون ملناش اي لازمه واي صفه الا بوجودها في حياتنا، وان وجودها في حياتنا ثمره كبيره وفرق كبير ووضع يعني نكاد كلنا نحسد عليه. ناس كتير جدا ما فهمتش وما عرفتش معنى الام او فضل الام غير للاسف لما راحت من ايديهم. عرفوا يعني ايه الام، وعرفوا يعني ايه قيمتها ويعني ايه قدروها كويس. لكن انت ربنا كرمك ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها. امك معاك وتحت ايدك، فخلي بالك منها. خلي بالك منها علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يرضيك ويرزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الموضوع بيفرق كتير والله. فانا بوصي نفسي قبلكم بامي. فخلي بالك من امك، لان هي اللي باقيه لك، وهي دعوتها اللي هتعود لك في حياتك. هتعود لك في حياتك في وجودها وبعد مماتها. دايما لما بنقعد ونلاقي حد كويس يقول لك انا امي داعيه والله. طب ليه امك داعيه؟ امك داعيه علشان خاطر هي كانت راضيه عنك. فوجودها مؤثر جدا في حياتك. وجودها فارق كتير جدا جدا في حياتك، لان انت من غيرها ولا ليك اي لازمه، وكلنا من غيرها ولا لينا اي لازمه. بس عايز اقول لك على حاجه مهمه من اللحظه دي. عايز اقول لك تروح تبوس رجليها، تقول لها يا امي حقك عليا يا حبيبتي، انا ماليش في الدنيا غيرك، وانتي كل حاجه حلوه في حياتي. فخلي بالك لان الموضوع فارق كتير. ولو مش فارق معاك فلازم يبقى فارق معاك. لازم تحس ان انت مقصر، حتى لو انت بتعمل معاها اللي ما يتعملش. لازم تحس ان انت مقصر، ولازم تحس بقد ايه انت لازم تبقى تحت رجليها. فانا يعني من مكاني طبعا انا ما زدتش عنكم حاجه. انتوا اخواتي واخواتي وكل الناس اللي بحبهم، وانتوا كل عيلتي طبعا الجميله اللي انا فعلا بكون مبسوط وانا معاهم او انا في وسطهم. فخلي بالك ان الموضوع فارق كتير قوي. والله العظيم فارق كتير قوي. ناس كتير جدا بتندم وبتفكر مليون مره وتقول يا ريت الزمن يرجع تاني. يا ريت الزمن يرجع تاني واقدر اقول لها انا كلي تحت رجليكي. يا ريت الزمن يرجع تاني
واقول لها يا حبيبتي انا ماليش غيرك، هي اللي باقيه لك والله، ودعوتها هي اللي هتعود لك، ودعوتها هي اللي هتعود لك في صحتك وفي مالك وفي عيالك وفي كل اللي بتتمناه في دنيتك. فخلي بالك علشان الموضوع ده احنا لو جينا نتكلم فيه هنلاقي فيه كلام كبير جدا. ومن ضمن الكلام الكبير جدا، انا لما بتكلم معاك النهارده والله مش حابب اتكلم باي لغة فصحى او باي شيء ايا كان هو، غير ان انا اتكلم معاك ان انا اخوك. واعتبرني اخوك الكبير زي ما تعتبرني، اعتبرني اخوك الصغير زي ما تعتبرني، بس اعتبر ان اخوك هو اللي بينصحك، واخوك هو اللي بيقول لك خلي بالك من امك، خلي بالك منها. لاني عايز اقول لك وجودها في حياتك هيفرق كتير قوي. والله ما هتعرف فرق الموضوع ده الا بعد كده. بعد كده امتى؟ لما تيجي تلاقيها تقول لها كبرت ياما، كبرت وما لحقتش اشبع منك، كبرتي وماليش في الدنيا غيرك، كبرتي وانت اللي ليا، انت اللي ليا وانا عايش عشانك. فخلي بالك لاني الام هي مفتاح الجنة، والام هي كل حاجة حلوة في الدنيا، وهي كل حاجة حلوة في حياتك. فاحنا من غيرها ولا اي حاجة، ومن غيرها بنقول يا رب، يا رب استرها معانا، يا رب استرها معانا، علشان احنا في وقت صعب جدا، في وقت كلنا نكاد نحسد عليه. لان الوضع اللي احنا فيه يعني فعلا نحسد عليه، وضع صعب جدا. فخلي بالك لان الحتة دي هتفرق معاك كتير جدا، هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا. بقابل ناس والله العظيم ثلاثة بيعملوا حاجات مع امهاتهم، انا واحد من الناس بقول له خلي بالك، النهاردة انت مش حاسس بيها، مش حاسس بيها عشان هي بين ايديك، لكن بكرة لما تبقى مش معاك هتعرف يعني ايه الكلام ده، وهتحس بمعنى الكلام اللي انا بقوله لك. لان هيفرق معاك بكرة 100%، وهيفرق معاك بنسبة مليون درجة. وتقول يا ريتني، يا ريتني، يا ريتني كنت فكرت بدل المرة مليون مرة. يا ريتني كنت سعيت عليها وبوست ايديها ورجليها. انا ما كنتش اعرف فضلك، وما كنتش اعرف قيمتك، وما كنتش اعرف غلاوتك. فخلي بالك البني ادم مننا ما بيحسش بالشيء غير لما بيفقده. فخلي بالك عشان ما تفقدهاش وهي زعلانة منك، خلي بالك عشان ما تفقدهاش وهي مش راضية عنك، خلي بالك علشان ما تبعدش عنك، خلي بالك علشان خاطر ما تصحاش من النوم تلاقيها مش جنبك، خلي بالك علشان خاطر ما تقومش من نومك مفزوع وتقول يا ريتني، يا ريتني كنت فضلت تحت رجلك يا امي، يا ريتني ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا افكر ازاي ارضيكي، يا ريتني كنت عملت المستحيل من اجل ان انا ارضيكي. امك، والله العظيم ثلاثة امك، والله ما لي غيرها ولا كلنا لينا غيرها. هي كل حاجه في الدنيا، هي العطاء، هي الود، هي الاخلاص، هي الحب، هي الحنان. امك اللي لو فكرنا نتكلم عنها آه، في مليون حلقة، والله العظيم ثلاثة ما هيكفينا مليون حلقة. فخلي بالك لاني فعلا هي الموضوع كبير جدا، وانا مش هطول عليكم، بس انا مش متعود افتح في الوقت دوت. بس فتحت عشان حاجة واحدة بس، فتحت عشان خاطر يعني انا شفت بعيني، شفت بعيني موقف خلاني ان انا اطلع اقول الكلام ده. فانا بقولها لك انت وبقولها لنفسي، خلي بالك من امك، خلي بالك من امك لانك مالكش غيرها، ومالكش لازمه من غيرها، عشان خاطر ربنا يرضيك ويرضى عنك. انا كنت مبسوط ان انا معاكم. بس اوعدكم ان الحلقه في حلقه هتبقى مخصصه لوحدها خالص بعيد عن اي حاجه عن موضوع الام، لاني لازم كلنا نتكلم عنها ونديها حقها. ولو عشنا مهما عشنا على قد ما عشنا عمرنا ما هنقدر نديها حقها او نستوفي حقها او حق من حقوقها بس. فعشان كده انا كنت طالع مخصوص دلوقتي وفي الوقت اللي انا مش متعود اطلع فيه علشان اقول الكلمتين دول. واتمنى ما اكونش طولت عليكم، بس احنا لينا حلقة مع بعض او كلام مع بعض تاني بعيد عن الكلمتين الصغيرين اللي احنا قلناهم. لان الموضوع انا شايف ان هو كبير جدا، وكبير بمعنى الكلمة يعني. انا كنت مبسوط ان انا معاكم،
وفي نهاية كلامي باقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأوصيكم بنفسي بتقوى الله. شكرًا.